ننتقل إلى اللوحة التالية. قياس أزمنة المدود، هذا بحث هام أريدكم أن تعرفوه. بحث المد أيها الإخوة، أرجو أن تركزوا معي قليلا. خذوا مفتاح هذا الباب، باب المد، خذوا مفتاحه. باب المد فيه أمران، فيه أمران: أين أمد وكم أمد. بس هذا كل ما في الباب. أين أمد، مو على كيف الواحد إمتى ما أجي على باله بيطول صوته وإمتى ما أجي على باله بيقصر صوته، لا، اتبعوا ولا تبتدعوا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهناك أماكن روى لنا مشايخنا جزاهم الله عنا وأشياخنا أن هنا في مد، إذن عينوا لنا المكان ثم عينوا لنا المقدار. كم أمد، مو الواحد على كيفه، طالما ملاقي صوته يعني ما شاء الله يا وبيضل عم يسحب هيك. لا يا حبيبي، لا، الأمر ما هو كده، ما هو أغنية. القرآن ما هو أغنية، القرآن كلام الله أنزله دستور للبشرية. طلب منا أن نحسن أصواتنا بتلاوته حتى تتعشقه القلوب، فيكون حسن الصوت خادما للقرآن، ولا أن يكون القرآن خادما لحسن الصوت. انتبهنا؟ فإذا أنا أمد متبعا، مو أمد حتى أطرب الجالسين أو كما تقتضيه النغمة أو كما يقتضيه اللحن، لا. أين أمد وكم أمد، هذا كل باب المد. أين أمد هي أنواع المدود التي ستأتي معنا. كم أمد يعني التطويل هذا بمقدار كم. لابد لنا من وحدة قياسية من خلالها نقيس المدود. كيف أقيس المدود؟ أقيس المدود بالثواني؟ ما كان في ثواني في ذلك الزمان ولا كان في ساعات. بأي مقياس؟ سبحان الله، القرآن جل جلال الله يعني مقياسه منه وفيه، منه وفيه. الحرف المتحرك أسهل شيء وكلنا يفعله، كلنا نقول با، بو، بي. لاحظوا، با، بو، بي، نفس الطول. قولي با استغرق زمنا، بو استغرق نفس الزمن، بي استغرق الزمن ذاته. إذن طالما أن زمن نطق الحرف المفتوح يساوي زمن النطق المضموم يساوي زمن النطق المكسور، بدل ما أقول مفتوح ومضموم ومكسور أقول حركة. أقول حركة، حركة يعني ما يهمني إن كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة. فوحدة القياس في مدود القرآن العظيم هي الحركة، ونعني بالحركة زمن الحرف المتحرك، زمن الحرف المتحرك. يقول لي الأستاذ المخرج عندنا فاصل، بعد الفاصل تابعونا حتى نتكلم عن مقياس المدود في القرآن الكريم. حياكم الله. كنا نتحدث أيها الإخوة والأخوات قبل الفاصل عن قياس أزمنة المدود. قلنا نحن بحاجة إلى وحدة قياس من خلالها أستطيع أن أقيس المدود في القرآن الكريم. فأئمتنا رضي الله عنهم وجدوا أن الوحدة المنضبطة من شخص إلى آخر والتي يستطيع الثاني أن يحاكي الأول فيها هي الحرف المتحرك. يعني لما يقول الواحد قا أو يقول ما أو يقول با، أي حرف كان، أو قو، قي، بالفتحة أو الضمة أو الكسرة، هذا الزمن زمن نطق الحركة، نطق الحرف المتحرك مقدار زمني منضبط. فإذا طولناه بمقدار واحد ثاني، يعني زمن قاقا، زمن قاقا، كم استغرقت من الزمن لما قلت قاقا؟ هو زمن قا قا، هذا الذي أجمع الناطقون العرب كلهم على أنه المقدار الطبيعي. لما يتكلمون بالكلام يقول فكان الواحد، لما يقول فكان الواحد كا، هذا المقدار كم مطه؟ مطه بمقدار كاكا. هذا معنى قولهم بمقدار حركتين، أي بمقدار نطق حرفين متحركين متتاليين، بمقدار نطق حرفين متحركين متتاليين. هذا الكلام في يعني
القرون الأخيرة أو القرنين الأخيرين، أو يعني غاب شوي للأسف، صار شبه بعد شوي ممن يعلم القرآن عن التعريفات هذه وعن المقادير في بطون الكتب، بطون أمهات كتب التجويد والقراءات. فيعني صاروا يسمعون كلمة حركة. طب شو الحركة؟ فاجتهد منذ 100 عام تقريبا إلى الوراء، اجتهد بعض من مشايخ التحفيظ أو بسموهم الكتاب، يعني مشايخ اللي بيحفظون القرآن، اجتهدوا قالوا الحركة هي حركة الإصبع قبضا أو بسطا بحالة وسطى. هذه العبارة ذكرها إمامنا شيخ مشايخي الشيخ علي محمد الضباع رحمه الله تعالى، شيخ عموم المقارئ المصرية، آخر إمام معتبر جاء في هذا الزمان الذي نحن فيه. آخر إمام معتبر، إمام بمعنى إمام، يعني مو شيخ عادي، علامة جليل علي محمد الضباع رضي الله عنه، شيخ عموم المقارئ المصرية، وشيخ أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، وشيخ محمود خليل الحصري وغيرهما رحم الله الجميع، كلهم صاروا في دار الحق، الله يغفرهم ويرحمهم ويلحقنا بهم إن شاء الله على أحسن حال. الضباع رحمه الله كان يقول: وكان مشايخنا، الضباع توفى 1961، يقول: وكان مشايخنا يقدرونها بقبض الإصبع أو بسطها بحالة وسطى. قول الضباع المتوفى سنة 1961 وكان مشايخنا، يعني رجع لورا شيء لمطلع القرن العشرين، 1900، رجع لورا شوي كمان، معلش شغلة 100 سنة، 110 سنين تقريبا. هذا المقياس طلع فيه بعض الناس انه قبض الاصبع وبسطه سموه حركه، توهموا ان الحركه حركه الاصبع، بل الحركه المنصوصه والمذكوره حركه الحرف، فتحا وضما وكسرا. ليه؟ لانه حركه الاصبع اولا مو منصوصه، ثانيا مقدار غير منضبط. هل حركه اصبعي كحركه اصبع شيخي؟ هل حركة إصبع تلميذي كحركة إصبعي؟ بل هل حركة إصبعي أنا وأنا عمري 15 سنة 17 سنة لما كنت أتعلم وأقرأ على الشيوخ، حركة إصبعي في ذلك السن مثل حركة إصبعي وأنا عمري 50 أو عمري 70 إذا في بالعمر بقية؟ كل ما كبر الإنسان تصير حركة إصبعه أبطأ. بل هل حركة إصبع الإنسان في المرحلة العمرية الواحدة باختلاف انفعالاته النفسية واحدة، إنسان هادي الأعصاب ومبسوط ومرتاح وما في شيء زعجه، حركة إصبعه حتكون هادئة، بخلاف إنسان زعلان ومعصب وشايف نشرات الأخبار، فبيبقى جالس معصب، فبتلاقي حركة إصبعه سريعة. إذن خلاصة الكلام، حركة الإصبع مقياس غير منضبط من شخص لآخر، مو منضبط في الشخص نفسه، لم يقل بها الأئمة القدماء، لم يقل بها الأئمة القدماء. فهذا الكلام ولو سمعناه في بعض كتب المحدثين ليس هو المقياس الصحيح لتقدير المد. المقياس الصحيح لتقدير المد هو حركة الحرف في تلك القراءة، فتحا ونصبا، فتحا وضما وكسرا. إذن الحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور. هذا ما نلاحظه على اللوحة التي بين أيدينا الآن. تقاس أزمنة المدود بالحركات، والحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور. فزمن النطق بق يساوي زمن النطق بق يساوي زمن النطق بق. هذه الثلاثة متساوية من حيث الزمن.